بيقول لك لو صوت الموتوسيكل عالي يبقى اسرع. طب هل ده حقيقي؟ خلينا نكتشف الحقيقه ونتكلم عن اشهر الاساطير والخرافات والبدع اللي الناس كتير مصدقاها عن الموتوسيكلات. في حاجات كتير غريبه وعجيبه الناس مصدقاها، وانا اقول لك على اغلب الحاجات دي في الفيديو ده. كمل للاخر وشوف لو انت كمان كنت فاكر ان في حاجات من الحاجات دي حقيقيه او كنت بتعملها. كل ما كان صوت الموتوسيكل اعلى كان الاداء احسن. في ناس كتير فاكره ان كل ما الصوت بقى اعلى الاداء كمان بقى اعلى، وده مش حقيقي. الصوت ملوش علاقه بقوه الاداء، الصوت بيعتمد على تصميم العادم ونظام التدفق ومش على المحرك نفسه. مثال على كده في موتوسيكلات رياضيه حديثه ادائها خرافي وصوتها هادي بسبب التعديلات على انظمه العادم علشان تكون صديقه للبيئه والكاتم اللي كل الشركات بتحطه. وفي نفس الوقت في موتوسيكلات كتيره صوت من غير صوره، حرفيا تبقى سامع صوت عالي قوي وتيجي تشوف تلاقيه مش بيتحرك اصلا. فمش دايما الصوت ليه علاقه بالاداء، بس لو سمعت صوت زي ده فيعرف ان الصوت واداء مع بعض. الموتوسيكلات مش للمبتدئين، الكلمه دي بنسبه كبيره ممكن تسمعها وانت قاعد مع ناس مالهاش في الموتوسيكلات قوي او لسه جداد، او لو انت قاعد مع اهلك وبتقنعهم انك تجيب بايك وهم مش موافقين، فوريهم الحته دي عشان الكلام ده مهم. لانه طبيعي محدش بيتولد بيعرف يعمل كل حاجه، فسواقه الموتوسيكلات حاجه بتتعلمها زي العربيات او زي اي حاجه تانية. كل شخص ممكن يبدا بالموتوسيكل المناسب ليه، المهم تختار البايك المناسب من حيث الوزن والقوه. فممكن تبدا بحاجه صغيره وتتعلم عليها مع حد محترف في السواقه او مع مركز تعليم. ونصيحتي تبدا بحاجه صغيره 150 سي سي مثلا، ولانه قليل الموتوسيكلات ال 125 كنت اقول لك تبدا بواحد منهم. ومع الوقت وكل ما تتعلم اكتر غير وهات حاجه اكبر 250 او 300 سي سي مثلا، لحد ما تحس ان انت محترف وقادر تهندل الموتوسيكل 600 سي سي او 1000 سي سي بقى، وربنا يكون في عونك. بعد كده لو جنزير الموتوسيكل مش مشدود للاخر مش هيبقى سريع. انا شخصيا كنت عند الميكانيكي وشفت ناس كتير فاكرين ان الجنزير لو مش مشدود للاخر ومش بيتحرك فالبايك هيبقى بطيء مثلا، ودي حاجه مرعبه. في ميكانيكيه كتير ما عندهمش ضمير وبيشدوا الجنزير للاخر عشان يبوظ وتغيره عنده ويكسب منك طبعا. بس لازم انت كمان تكون عارف الصح. الحقيقه ان شد الجنزير اكتر من اللازم ممكن يضرر النظام كله وتحتاج تغير آلات الجر كلها، فخلي بالك. لازم يكون في مرونه مناسبه للجنزير عشان يتحرك فيها ويبقى حر انطليق. الموتوسيكلات الرخيصه عمرها قصير. في ناس كتير فاكره ان الموتوسيكلات الرخيصه والصيني مش بتعيش. طيب ركز معايا عشان الموضوع ده فيه كلام كتير وانا هلخصه لك دلوقتي. في موتوسيكلات فعلا رخيصه معموله فعلا وحش جدا، خاماتها وحشه وطريقه تقفيلها وحش، وكمان ممكن تبوظ فعلا بسرعه. بس برضو زي ما في الوحش اكيد في الحلو. ففي موتوسيكلات صيني ورخيصه بس تقفيلها كويس وخاماتها كويسه وبتعيش. انا شفت موتوسيكلات كتير صيني وموديلات قديمه فعلا وحالتها لسه كويسه. بس عامه مهما حصل اكيد العمر الافتراضي للموتوسيكلات الصيني لا يقارن بالياباني. الحقيقه انه العنايه والصيانه المنتظمه اهم بكتير جدا من السعر. فموتوسيكل رخيص بصيانه كويسه ممكن يعيش اطول من موتوسيكل غالي وصاحبه مهمل. كل ما زادت السرعه زاد الخطر. اكيد سمعت الموضوع ده قبل كده او عدى عليك. عامه الحقيقه الخطر مش في السرعه نفسها لكن في طريقه السواقه. لو بتسوق زي المجنون وبتقعد تجري في الشارع وشوارع ضيقه او صغيره او زحمه فاكيد ان هي مش هتعجبك. انت تلتزم بالقوانين وتلبس سيفتي وده هيقلل بالخطر من شكل كبير. وطبعا اهم حاجه ان انت تسوق بعقل وتسوق كويس وتبقى عارف ان الجري ليه مكان والسواقه الطبيعيه ليها مكان. ولو وصلت لحد هنا فانصحك ان انت تكمل لان اللي جايه دي فعلا هتصدمك. مصطلحات غريبه الناس بتقولها. في حاجه غريبه الناس بتقولها ومصدقها انها حقيقه، وفي حاجه فعلا انا ما كنتش مصدق لما سمعتها، الا وهي انا سانن المكنه. الحقيقه اول مره سمعت الكلمه دي ما كنتش فاهمها كويس، بس لما دعبست وراها اكتشفت ان في عالم كامل مستخبي ورا الكلمه دي. معنى سنن المكنه زي كانك بتسن سكينه كده. ناس حرفيا بتجيب الموتوسيكلات الجديده وهي لسه بتلين ويروح يقفل عداد ويجري ويجيب اخر الموتوسيكل ويخلي الموتور يعيط زيت من كتر الاهانه. ممكن يوصل لحاجه بسيطه قبل ما التروس تتكسر منه، وفي الاخر بيكون فاكر ان هو كده بيسن الموتوسيكل وانه يبقى اسرع ويطلع كل الاداء اللي جواه. ونفس الشخص لما يروح يعمل عمره بعد 8000 كيلو او 10000 يكون مستغرب وهو اصلا مدمر الموتور بتاعه. بس للامانه شفت الموضوع ده منتشر اكتر في الموتوسيكلات الصيني. اكيد مفيش حد يجيب موتوسيكل غالي ويعمل فيه كده. تغيير علبه الاكزوست بيرفع الاداء. السليب اون او علبه الاكزوست اللي هي اخر جزء في الاكزوست لما تغيرها لوحدها ده مش هيزود الاداء ولا حاجه. ممكن طبعا يغير الصوت، ولو من غير كاتم ممكن تحس انه بقى اسرع حاجه بسيطه بس مش هيبقى فيه تغيير كبير. فعلبه الاكزوست معموله عشان خاطر بس تغير الصوت مش عشان ترفع الاداء وتخلي الموتوسيكل بيطير. لازم تبقى محترف عشان تلبس خوذه. دي حاجه تعصب فعلا الصراحه. المفروض تجيب خوذه قبل الموتوسيكل اصلا.
طبيعي الموتوسيكلات ما فيهاش اي حمايه، ولو وقعت هتاخد انت الصدمه كلها، واول حاجه هتتضرر هي دماغك. فحتى لو راكب فطوطه ولا موتوسيكل 50 سي سي لازم يكون معاك خوذه. مش شرط يبقى معاك اسرع بايك في العالم عشان تجيب خوذه، ولا شرط ان انت تكون جايب احسن واغلى خوذه في السوق. الفكره ان انت تجيب حاجه تحميك وتحافظ عليك. الخوذه مش مقياس للاحتراف، بس دليل على انك راكب مسؤول وبتحمي نفسك. في الاخر في حاجات كتيره بنسمعها عن الموتوسيكلات، لكن مش كلها بنسمعها صح. دايما ابحث وتاكد بنفسك قبل ما تصدق اي حاجه. طبعا دي مش كل حاجه، وكده يبقى في جزء تاني من الفيديو ده. لو عندك خرافه تانية سمعتها وحاجه غريبه سمعتها قبل كده اكتبها لي في الكومنتات ونناقشها في الفيديوهات الجايه. وشكرا على المشاهده.